مصر حيث الطبيعة الخلابة والعادات والتقاليد الأصيلة نشأت الأم والأخت والزوجة المصرية الصعيدية الأصيلة، فهي الكبيرة الشاهدة على الأعراف والحارسة للتراث. ففي حضن الطبيعة ترعرعت، وعلى ضفاف النيل شهدت أحداثا وحكايات حفظتها بقلبها ونقلتها من جيل إلى جيل. الجنوب ثري جدا جدا بنسائه، فطلعت من الجنوب هدى شعراوي المنيا، طلعت الفنانة سناء جميل برضو ملوي، طلعت من الجنوب سيدات كريمة مختار أسيوط. فالجنوب خرج سيدات فضليات في كل مناحي الحياة، في الفن، في الطب، في العلوم، في كل أوجه الحياة ومناحي الحياة. خرجوا سيدات من الجنوب كانوا فخر وكانوا يمثلنا يعني مصر بشكل رائع. تعد أسوان نسيجاً قبلياً متنوعاً يجمع بين القبائل العربية الأصيلة والقبائل النوبية، وأشهر هذه القبائل العببدة، الجعفرة، بني هلال، الأشراف والأنصار، إلى جانب قبائل النوبة الكنوز والفديجة. وتتمركز هذه القبائل في مناطق مختلفة، حيث تمتاز بطابع قبلي قوي وتاريخي في الجنوب. أنا أول ما بتيجي سيرة أسوان بياخدني الحنين أولاً، وأنا بشرف إن أنا بنت أسوان، وإن أنا من أسوان، وإن أنا عشت في أسوان، ومن حسن حظي طبعاً إن أنا كنت عايشة في أسوان ومقيمة في أسوان. والست في أسوان يعني مش عايزة أقول لك ثرية، وعندها ثراء بشكل عادي، ثراء في كل حاجة، لأن في ثقافات مختلفة وثقافات متعددة في أسوان. وده إن دل على شيء يدل على إن أهل أسوان بيتمتعوا بطيبة وجمال للروح وناس على سجيتها. تتميز أسوان بطبيعة ساحرة تجمع بين زرقة النيل الصافي وصخور الجرانيت الوردية ورمال الصحراء الذهبية، مما يخلق لوحة فنية خلابة خاصة في فصل الشتاء. وتعد المدينة محمية طبيعية مفتوحة تشمل جزيرة النباتات الاستوائية، الجزر النيلية، البيوت النوبية الملونة وسط النيل. أسوان شهدت أقوى وأجمل قصة حب في التاريخ، قصة أخاخين ومراته البجوم حبيبة، وقد إيه يعني خلدت ذكراهم أو خلت ذكراه بأنه بنى البيت ده، وكانت تحط له الوردة الحمراء كل يوم حتى توفاها الله وألحقت به. يعني فأسوان كمان دكتور مجدي يعقوب أو البروفيسور مجدي يعقوب لما حب يعمل مكان لعلاج القلب قال لك أنا مش هلاقي أجمل من أسوان كمكان للاستشفاء، لأن أسوان لما بتقعدي فيها أنت بتحسي بالسلام النفسي، بتحسي بهدوء الأعصاب. يعني أنا لما بقعد كده عايزة متضايقة ولا عايزة أنزل أو عايزة أتمشى، أروح أقعد على النيل، بس مش بعملش أي حاجة غير إن أنا أشوف النيل والمراكب السياحية والجزر والجبال والطبيعة يعني دي بتاخدني في حتة تانية، بتخليني أطلع بره المود السيء بسرعة بسرعة جدا. يعني الست في أسوان يعني أنا بقول عليها ملحمة. ملحمة في إيه بقى؟ ملحمة إنك تقعدي مع ست مصقولة ثقافيا واجتماعيا وفنيا. يعني هتلاقي فن في أسوان، هتلاقي تعليم في أسوان، هتلاقي ست عندها يعني بعد نظر وسعة أفق وذكاء اجتماعي وحضور طاغي.
رغم ان هم يتمتعن الغالبيه العظمى منهم بالسمار، بس السمار الجميل، السمار الاخاذ، السمار اللي فيه جاذبيه، السمار اللي هو لون الارض ولون النيل. يعني بجد الست في اسوان، يمكن انا هكون متحيزه اكتر عشان انا بنت البلد دي. فالمراه في اسوان بتتمتع بمميزات، يمكن ده بنشوفها في الفرق الشعبيه بتاعت اسوان، الفرقه النوبيه، بنشوف ده برضو في الجوانب الثقافيه، بنشوف شاعرات في اسوان. لو حضرتي حضرتك يعني ندوه شعريه في اسوان هتشوفي جمال الالقاء وجمال المراه. يعتبر النيل هو العنصر الأساسي حيث تنتشر فيه الجزر الخضراء مثل جزيرة النباتات التي تحتوي على أشجار نادرة وجزيرة الفنتين. نهر النيل بيرمز من أيام الفراعنة، طبعا من أيام الدولة الفرعونية القديمة. نهر النيل بيرمز للعطاء. نهر النيل كان هو الفيضان، يعني في فيضان يبقى في خير. فأهل أسوان كلهم بيمتازوا بالطيبة، بيمتازوا بالعطاء، بيمتازوا بالكرم. فنهر النيل أثر عليهم في عاداتهم، في يعني ما فيش مرة تروحي فيها أسوان إلا لما هتلاقي ترحاب، بيرحبوا بيكي بشدة، بحفاوة، بكرم. فنهر النيل أثر عليهم في الحتة دي. تخشي السوق في أسوان عندهم، عند التجار، انت ما بتشتريش، لا اتفضلي كلي فول سوداني، اتفضلي خدي حبة الكركديه دول لما تروح. انا يا جماعه مش عايزه، لا اتفضلي، احنا بنقول لك خدي عشان تشوفي منتجات اسوان والى اخره. فنهر النيل كمان الناس يعني سمح لها الحظ او حظها كان حلو انها نشأت على ضفاف نهر النيل، بتبقى لينه طيعه، نفوسها صافيه، لان النيل في حد ذاته كده مع السماء الصافيه بيخلي الانسان عنده صفاء، بيخلي الإنسان رومانسي، بيخلي الإنسان بيحلق كده في سماء الخيال، بيخلق في تكوينه شخصية جميلة قوي قوي، شخصية مرهفة الإحساس زي ما بيقولوا. يعني مش أي حد بينشأ على النيل بيبقى أجريسيف أو ستف أو لا، بيبقى حنين وبيبقى عطوف وبيبقى طيب وبيبقى رومانسي وبيبقى حالم. فالنيل، لا، النيل شكل وجداننا وشكل شخصياتنا بشكل رائع يعني. لا تزال المرأة النوبية تحتفظ بزيها الذي يعبر عن التراث، فهي ترتدي الجرجار الأسود فوق ملابسها المزركشة، والجرجار هو أحد الملابس الخاصة بسيدات النوبة، ويحرصن حتى يومنا هذا على ارتدائه أثناء الخروج من المنزل وفي المناسبات المختلفة سواء في الأفراح أو الأحزان. والجرجار كلمة نوبية تعني الشفاف لأنه يتسم بذلك، وترتديه النساء فوق العباءة الملونة ذات الألوان الصارخة ليظهرن تضادا مع لونه الأسود. وتلتزم النوبية بلباسه منذ سن 17، وهو يعد أهم الموروثات التراثية النسائية للنوبيات. فالمتزوجات ترتدين الجرجار، والفتيات الصغيرات ترتدين زي آخر اسمه بي، وهو عبارة عن زي من قطعتين. في أسوان في ثقافات متعددة وثقافات مختلفة. فالمرأة في أسوان هنتكلم عن النموذج المرأة النوبية. المرأة النوبية طبعا المتزوجة بتختلف عن البنت، لأن المتزوجة هي اللي بتلبس الجرجار وبتلبس تحته اللي زي ما بقول لحضرتك الفساتين المزركشه والحاجات دي. لكن البنت النوبيه في النوبه لا، لبسها برضو محتشم وكل حاجه وطويل، بس مش جرجار. الجرجار بتلبسه متزوجه بس، سواء في المناسبات او الوقت العادي بتاعهم اللي بيخرجوا فيه يعني. أهل أسوان كلهم بيتمتعوا برضا غير عادي. يعني تيجي تقولي مثلا لحد في أسوان وأنت نفسك تبقى إيه، أو أنت إيه اللي محتاجه وما خدتوش في أسوان، أو نفسك تكون إيه، أو يبقى عندك إيه، يقول لك لا، وأنا اللي عندي ده شوية
وانا كوني ان انا عايش في اسوان ده شويه، وانا كوني ان انا اصحى كل يوم من الصبح كده وابص على النيل وابص على الطبيعه واتمشى في الطرقات واعيش مع ناس مسالمه واعيش في اجواء هاديه، هو ده مش شويه عليا؟ هو الصحه النفسيه اللي انا موجوده فيها في البلد دي، ده مش شويه؟ ده انا ما بتعرضش للستريس، ما بتعرضش لضغوط، ما بتعرضش لمكائد، ما بتعرضش لحروب نفسيه. فكل ده في حد ذاته ميزه مش هتلاقيها بجد غير في اسوان. بالنسبة للعرس بقى، العرس في أسوان بيخطفك، بياخدك في حتة تانية. أولاً بتشوفي ألوان مبهجة جداً في اللبس بتاعهم، في اختيارهم للألوان. يعني طبعاً الزي المعروف في أسوان بالنسبة للمرأة النوبية تحديداً، يمكن الناس في أسوان اللي هم الصعيد أو اللي جم نازحين بيلبسوا عادي زيي وزيك، لكن المرأة النوبية ما زالت محتفظة بهويتها، ما زالت محتفظة بتراثها. بتلبس الجرجار الأسود اللي هو عبارة عن فستان كده خفيف من التل، تحت منه بقى بتلبس الالوان المزركشه كلها والفساتين المزركشه اللي كلها بالورود وكلها الوان كده بتخطف العين. في الافراح وفي الحنه عندهم الافراح دي بتوع 7 ايام، على فكره بتصل ل7 ايام في اسوان. عندهم الدف، يعني دي اساسي عندهم في ليله الحنه. كمان الحنه عندهم يعني ليله الحنه دي بقى بتبقى لغايه الساعه 6 الصبح، بيبقى فيها صخب، بيبقى فيها رقص، بيبقى فيها غنى، بيبقى فيها حاجات كتيرة قوي، إحياء لتراثهم النوبي كله في ليلة الحنة. تعد الحنة في أسوان جزءاً أصيلاً من التراث والثقافة النوبية، وتستخدم بشكل أساسي في المناسبات السعيدة كالزفاف والخطوبة. وتتميز أسوان بإنتاج الحنة الطبيعية عالية الجودة، وتنتشر بها رسومات الحنة السودانية والنوبية التي تزين العرائس والنساء، بالإضافة إلى طقوس خاصة لحنة العريس. ليلة الحنة دي أنا بعتبرها كل فرح نوبي هو إحياء للتراث النوبي في أسوان، للهجة النوبية، للغنى النوبي، لطريقة رقصهم، لحياتهم. اللغة النوبية هي إحدى أعرق اللغات التي يتحدث بها النوبيون في جنوب مصر وشمال السودان، وتعتبر جزءاً أساسياً من التراث الثقافي، وتنقسم إلى فروع رئيسية مثل النوبيين والكنزية ودنقلوية، وتتمتع بخصوصية ثقافية رغم تأثرها باللغة العربية، وقد أصبحت لغة منطوقة بشكل رئيسي مع جهود حديثة لإحيائها وتدوينها. أجمل حاجة في النوبة في أسوان إنهم معتزين جدا بلغتهم، معتزين بأصالتهم، معتزين بالتراث بتاعهم ككل يعني. فدي بتعجبني فيهم قوي، يعني الاعتزاز بالهوية دي رائع، يعني الناس دي بتحترميها قوي. لو هنتكلم عن الكينج محمد منير، الكينج محمد منير ده يعني كل الناس اللي عاشت في أسوان تأثرت بيه جدا، وأنا واحدة من الناس دي. أنا هحكي لك عن تجربتي الشخصية مع محمد منير. أنا كنت في ثالثة إعدادي، وكان عندنا اليونيفورم بتاعنا كده بدلة كحلي وتحته شميز أبيض، وكان لازم في المدرسة بنلبس كده سكارف أبيض يعني نحطه على شعرنا، يعني من باب الاحتشام، من باب الوقار، من باب إن إحنا يعني برضو بنات فضليات كده يعني. فكنت بكره قوي كل يوم، والشنطه تقيله بقى فيها كتب كتيره وكراريس وما اعرفش ايه وكده. فكنت كل يوم انا ونازله بقى بنزل مكرهه، يعني بنزل وانا يعني على اخري ان انا نازله، وكل يوم شايله الشيله دي ونازله بالبدله دي ولبس مش عاجبني ولبس كرهاه والكلام ده. وجات الاغنيه بتاعت يا بنتي يمو المرياله كحلي لمحمد منير. انا مش عايزه اقول لك الاغنيه دي نقلتني في حته تانية. بقيت احب البدله الكحلي اللي انا بلبسها كل يوم، بقيت امسك الشنطه بتاعت الكتب في حضني بعد ما كنت بمل منها وزهقانه وزعلانه واكاد اكون معيطه كل يوم انا نازله رايحه المدرسه. بقيت ماشيه منتشيه
يعني محمد منير نقلني بصوته بكلمات الأغنية أكنه بيتكلم عني أنا البنت اللي أم مريالة كحلي اللي ماسكة الشنطة في حضنها، وكانت مدرستي كمان جنب النيل في أسوان، فكنت ماشية بقى حضنة الشنطة وماشية بالبدلة الكحلي وبسمع منير. ومنير بقى لما كان بينزل أغنية جديدة كانت أسوان كلها بتشغلها، يعني كانت هتلاقيها على النيل شغاله في الكافيهات اللي على النيل، هتلاقيها شغاله في المحلات، هتلاقيها شغاله في الاسواق. يعني منير عنده قاعده شعبيه في اسوان غير عاديه بجد يعني. وكان ساعتها كمان في بحر ابو جريشه وكان في احمد منيب، فكانوا كل دول ابناء اسوان اللي احنا يعني صوتهم كان بالنسبه لنا بياخدنا في حته تانية خالص بجد يعني. عشان عشت في أسوان برضو حياتي كلها، هقول لك الأكلات اللي احنا كنا بناكلها في أسوان وبنحبها قوي، ولغاية دلوقتي لما أخش أسوان وقبل كمان ما أخش وأكلمهم في التليفون أقول لهم أنا عايزة عيش شمسي، أنا عايزة ويكا، أنا عايزة شلولو. خلاص. فالويكا دي البامية بتاعتنا الخضراء بنعملها بشكل معين كده، ويكا الأكل بتاع أسوان. الشلولو ده ملوخية ناشفة، شطه وليمون وميه ساقعه بس، واكله في منتهى الروعه واكله جميله جدا، بس اللي بيحبوها اللي اتربوا في اسوان وعشاق اسوان. العيش الشمسي ده عباره عن عيش عجين كده بتحطيه في الشمس بيخمر وبعد كده بتدخليه في الفرن، ده طعمه سو ديليشس، يعني حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. كنا ناكل بيه بقى الملوخيه، ناكل بيه اي انواع خضار، انا كنت باكل بيه كل حاجه يعني من حبي في العيش الشمسي ده، انا باكل فيه بيه كل حاجه. طبعا أسوان كمان زاخرة وعامرة بمنتجاتها اللي معروفة، يعني لما تروحي أسوان لازم أكل فول سوداني. الفول السوداني بتاع أسوان ده روعة، وبيحمصوه كمان في الرمل على فكرة. في أكلة في أسوان بس قبائل العبابدة والبشرية هم بس اللي بيعملوها، اسمها السلال. دي أكلة لحمة على زلط سخن مولع نار، يعني اللحمه بتستوي على زلط سخن جدا. فدي اكله السلال دي لو كلتيها كمان هناك لما تقعدي مع قبائل العبابده البشريه هتلاقي طعم اللحمه في منتهى الجمال، يعني هتحسي بطعم انت ما دقتوش خالص قبل كده يعني. فبرضو عندنا كمان من اشهر الحاجات اللي موجوده في اسوان الكركديه، التمر هندي، الدوم، يعني البلح. يعني أسوان مشهورة قوي قوي بالحاجات دي، فكل اللي بينزل أسوان أو بيجي أسوان بيبقى لا عايز يروح السوق بقى في أسوان ويشتري بقى المنتجات بتاعت أسوان، المنتجات الأسوانية. وعلى فكرة مهما اشتريتيها من أي مكان مش زي اللي في أسوان خالص. حرصت الدراما والسينما المصرية عبر الفترات الزمنية المختلفة على التأكيد على دور المرأة في المجتمع الصعيدي، وعلى تعاظم دورها في إدارة العائلة والحفاظ على العادات والتقاليد. فبعض الأعمال قدمتها بصدق، والبعض الآخر لم ينقل الصورة كما هي. ومن أبرز الأعمال التي جسدت المرأة الصعيدية فيلم الزوجة الثانية والجزيرة بأجزائه، أما في المسلسلات نجد الضوء الشارد والوتد وذئاب الجبل والليل وآخره وامرأة من الصعيد الجواني وغيرها من الأعمال. الدراما المصرية والسينما المصرية ظلمت المرأة في الجنوب ظلم باين، لأن اللي بيمثل المرأة في الجنوب أو المرأة في الصعيد المفروض يكون حد عاش في الجنوب أو عاش في الصعيد، زي ما بيقولوا كده أهل مكة أدرى بشعبها. فحضرتك انت بتسمعي او صورتي، يعني انا مره واحده صاحبتي بتقولي انت ازاي بتسافري وبتحضري مؤتمرات وازاي بتروحي وازاي بتتكلمي وازاي بتبقي متحرره بهذا الشكل وانت متربيه في الصعيد، واحنا نعرف ان الصعيد البنت فيه بتعيش في بيئه مغلقه والاب بيبقى مسيطر وما بتقوليش كلمه الا ما بترجعي وما فيش اي قرار بتاخديه الا بالرجوع. فصوروا المرأة يا إما قوية جدا يا إما مهيضة الجناح جدا. فدي السينما المصرية أو الدراما المصرية، ودي مش موجودة في الجنوب ولا في أسوان.
لأن المرأة في الجنوب هي شخصية قوية بس مغلفة بالحكمة، شخصية قوية بس مؤدبة ومحترمة، وبتحترم الراجل جدا جدا جدا، بتحترم الزوج وبتحترم الأب وبتحترم الأخ. فالمرأة في الصعيد مش مرأة مستبدة، مش مرأة مسيطرة، مش مرأة مهيدة الجناح، بالعكس ده الأب في الصعيد، يعني المفاجأة إن الأب في الصعيد هو الوحيد اللي بيدلل بنته. يعني الأبهات في الصعيد كلهم بيحبوا البنات جدا جدا جدا، والأب أكتر واحد بيدلل البنت في الصعيد وبيديها ثقة في نفسها وعايزها على طول عندها طموح وعندها شغف للعلم وتبقى عندها حضور وتبقى شخصية مؤثرة. فالبنت في الصعيد إذا كانت ناجحة فده يرجع برضو لأن الأب اداها المساحة دي. أقرب صورة للواقع الجميلة الأستاذة سميحة أيوب في الضوء الشارد. كانت الأم السعدية العطوفة الجميلة، الشخصية القوية، الأم اللي بتخلي ولادها يحترموها ويحبوها وبتجمع ما بين القوة والعاطفة الجياشة. فدي من أجمل الشخصيات أو اللي اتقدمت في الدراما، كانت شخصية الأستاذة سميحة أيوب في الضوء الشارد. كل واحد فينا سفير لبلده. يعني أهل أسوان دلوقتي أنا مبسوطة قوي قوي إن هم دلوقتي الشباب طبعا كله عنده وعي، والشباب كله عنده موبايل وعندهم فيس وعندهم تواصل اجتماعي، فهم دلوقتي بيتكلموا عن أسوان بشكل جميل جدا. وبشوف اللي بيتكلم عن كل واحد بيتكلم عن بلده وعن أجمل حاجة في بلده ومعالم بلده. فدي السوشيال ميديا طبعا خلقة جو حلو جدا. يعني أنا لو عايزة أروح مثلا بلد أنا مش متواجدة فيها أو معرفهاش، فأول حاجة بعملها بشوف السوشيال كاتبة إيه عن البلد دي، أو أهل البلد بيتكلموا عنها بيقولوا إيه، أو بيسوقوا ليها إزاي، أو بيروجوا ليها إزاي. فساعتها أنا باخد قرار يا إما أروح يا إما أبعد. فهمتيني؟ فعشان كده بنقول أسوان هي بتتحدث عن نفسها، يعني الطبيعة بتكلمك، المعالم السياحية والأثرية في أسوان بتكلمك، كل حتة في أسوان. القطر فسحة، يعني السفرية القطر أنت وجاية من القاهرة لأسوان بالقطر، دي في حد ذاتها تجربة فريدة من نوعها. إن أنا أركب قطر نوم وأنام لمدة 12-13 ساعة وعايشة 13 ساعة في مكان قطر مغلق. يعني قبل ما حد ياخد التجربة دي بيخاف بيقلق، طب انا هعمل ايه، طب 12 ساعه، طب ممكن يحصل دروبات ايه، كذا 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 كذا. لا، من امتع الرحلات اللي ممكن تاخديها في حياتك رحله قطر النوم من القاهره لاسوان. فعلا تجربه فريده من نوعها. وطول ما انت ماشيه بالقطر انت بتشوفي كل الصعيد، بتشوفي كل مدن الصعيد من شباك القطر. يعني انا واحده من الناس من انا وطفله انا بستخسر ان انا انام، يعني كنت اقعد 12 ساعه دول وانا باصه وبتامل وبشوف كل بلد، بعدي على سوهاج وبعدي على ناجي حمادي وبعدي على قنا وبعدي على المنيا وبعدي على اسيوط وبعدي كمان على مراكز تابعه للمدن دي، الى ان اصل لاسوان احس ان انا ردت فيا الروح، انا هنا وصلت اسوان. فاسوان دي بالنسبه لي الحب الحقيقي، إن بلد عشت فيها، بلد تربيت فيها، بلد نشأت فيها، بلد كانت والدي ووالدتي وبيت والدي ووالدتي موجودين فيها. فأسوان بالنسبة لي بتخطفني بجد وبيشدني الحنين دايما لأسوان. تمثل
المرأة المصرية في جنوب مصر ركيزة أساسية للمجتمع، فهي تجمع بين الالتزام بالتقاليد العريقة والسعي نحو التغيير. وفي كل مناسبة نرى المرأة حاضرة بقوة في الجنوب، فهي الصوت الذي يغني واليد التي تزين والروح التي تحيي الطقوس القديمة.